الإمام موسى الكاظم عليه السلام قضى 18 سنة بالسجون، ينتقل من سجن لآخر. أول السجانين راح لهارون العباسي وقال له: يا أمير، أنا خايف من موسى بن جعفر. قال له: ليش خايف؟ قال له: يا أمير، يقوم الليل ويصوم النهار، أنا قد شايف ناس عبد الله، بس واحد يسجد من صلاة الفجر للظهر ما شايف. والسجان الثاني هم تأثر بالإمام فوسع عليه، ووصل الخبر لهارون وقال له: أنا قلت لك ضيق لو وسع عليه. قال له: والله يا أمير ما أخفيك سر، موسى بن جعفر أخاف منه، عبد صالح، ما أريد أتورط بدمه. هارون جلده بالصوت. السجان قال له: اضربني ولا أتورط بدم موسى بن جعفر. وطبعا هواي سوالف وقصص صارت بالسجن، وكان الإمام بين فترة وفترة لو يطلع من السجن لو ينقلوه من سجن لسجن بسبب تعاطف السجانين وياه، إلى أن نوصل آخر محطة كانت بسجن السندي بن شاهك، وهو سجن تحت الأرض وما يبين الصبح من الليل بهذا السجن. والسندي هو اللي دس السم للإمام الكاظم بالتمر وقدم الهياء، والإمام يا عزيزي أكل ما يقارب 10 تمرات. السندي قال له: أكل بعد. رد الإمام وقال له: أكلت ما يكفي لمبتغاك. واستشهد الإمام موسى بن جعفر سيدي ومولاي في 25 رجب سنة 183 هجرية.